انفعل الشارع المصري عقب ثورة 25 يناير عشان ينقلها لإسرائيل، ومتابعة احتجاجات والمظاهرات السابقة وأمور كثيرة أخرى مع تفاصيل أكثر. معنا على الهاتف اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني ومدير مركز الجمهورية للدراسات. لواء سامح، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور. ايه حكايه الجاسوس الاردني ده؟ وتم الكشف عليه اظن من 5 ايام والاعلان عنه بالامس، وايه حكايته بالظبط؟ هو مش جاسوس واحد، يعني هو 2 متهمين مقبوض عليهم حاليا، مش واحد. نعم. هم 4 متهمين كلهم، في 2 تم القبض عليهم وموجودين رهن التحقيق في النيابه، وفي 2 تانيين هاربين، اسرائيليين هاربين يعني. نعم. هم واحد اردني فعلا زي ما انت تفضلت كده. هما 2 اللي طب انا مش عارفه حضرتك سامعني كويس، انا مش سامعاك كويس قوي لواء سامح. كده كويس؟ كده احسن. طيب. هما 2 والاثنين اردنيين؟ لا، واحد مصري وواحد اردني. واحد مصري. طيب، كان عمل لهم يعني ايه ابرز ما قاموا بيه، وبقى لهم قد ايه بيمارسوا نشاطهم، وازاي تم القبض عليهم؟ طيب، هو طبعا حضرتك عارفه ان هم لسه رهن التحقيق في النيابه، وبالتالي حاليا يعني في حذر شويه في ان احنا ندلي يعني على الهواء، فندلي بمعلومات عن هذا الموضوع. وبالتالي اعتقد هيبقى في شويه حرص في الادلاء ببيانات تفصيليه، ولكن ما نستطيع ان نقوله ان هذه الشبكه عملت بعد 25 يناير. بدأت عملها بعد 25 يناير. ايوه. وتم القبض عليها في الايام الماضيه. ولا تزال رهن التحقيق في نيابه امن الدوله العليا. ويمكن مشرف بدوي النهارده قال على بيان كده قصير، ولكن اتصور ان التحقيقات لا تزال جاريه، وهناك الكثير مما سيتضح خلال الفتره القادمه، بالاضافه طبعا الى ان التحقيقات دي ليس يعني ممكن تجيب اشخاص اخرين، وبالتالي في حرص شويه في المعلومات، ولكن خليني اقول لك انها قضيه متكامله المعالم، يعني قضيه فيها ادله وفيها اشياء ماديه وفيها اعترافات، وبالتالي هي قضيه متكامله. طب ما تعرفش، طب على الاقل ازاي، ايه النقطه اللي لفتت النظر وخلتهم يلقوا القبض عليهم؟ والله هو صعب جدا تتقال. اولا هو التكنيك بتاع شغل طبعا. جهاز المخابرات العامه لما يقبض على خلايا زي دي ممكن يكرر نفس التكنيك في القبض على خلايا اخرى مماثله، وبالتالي ما ينفعش يعني نقول عشان خاطر صعوبه ان احنا نقول يعني ماذا تم وايه الاسلوب التكنيك الفني يعني. طب المصري ايه المعلومات اللي عنه؟ احنا عرفنا ان الاردني عنده محل كمبيوتر ورجل اعمال وعنده شركه كمبيوتر، المصري ايه بقى؟ اسمه يعني لا يزال حاليا مطلوب ما يتقالش اسمه الحقيقه ولا تفاصيل عنه. على فكره ولا الاردني اسمه اتقال. بالظبط كده. هناك تعمد الحقيقه. زي ما انت شفت مستشار هشام بدوي ما قالش اسمه، لكن قال معلومات عنه فقط. واعتقد هو مطلوب حاليا يعني عدم ادلاء باسامي او تفصيلات اكثر من ما هذا يعني، لكن انا بتصور الموضوع ده عشان يبقى في بيانات اخرى متوفره جديده مش قبل 15 يوم. طيب، توقيت الإعلان عنهم دلوقتي ليه أي دلالة، ليه أي معنى؟ يعني مثلا رسالة عايزين نوصلها إن إحنا رغم كل حالة الفوضى اللي في البلد، أو اللي يقول عنها البعض أو يصفها البعض بالفوضى، إن برضو أجهزتنا متيقظة. رسالة لإسرائيل ما تحاوليش تلعبي إيه بالظبط؟ بالتأكيد عدة رسائل. أولا الرسالة الأولى إلى الشعب المصري أن هناك جهاز اسمه المخابرات العامة. هذا الجهاز بيعمل رغم الفراغ الأمني اللي كان موجود في الشارع، إن الجهاز يعمل بكامل طاقته. بالعكس كان بيبذل مجهود مضاعف خلال الأيام الماضية للشعور بأن هناك عدم أمان في الشارع المصري، وبالتالي تأمين الجبهة الداخلية وتأمين عمل التركيز على قضايا الأمن القومي هي أساسا عمل المخابرات العامة، وبالتالي طمأنة للشعب المصري بأن
جهاز الامن القومي او جهاز المخابرات العامه ساهر على هذا الوطن، ويعمل كل من يعمل فيه يعمل بكفاءه وبمنتهى اليقظه. يعني التجرد الموجود لديهم بيعني ان الناس دي تعمل لاجل الوطن ليس لاي مصالح اخرى. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الامني ومدير مركز الجمهوريه للدراسات السياسيه والاستراتيجيه.